النهارده أول حلقة من كورس احتراف المونتاج في أدوبي بريمير برو. هتلاقي في وصف الفيديو إن شاء الله بروجكت كامل لأدوبي بريمير برو هتنزله وتبدأ تفتحه بعد ما تنزل البرنامج. هتتابع معايا على البروجكت ده خطوة بخطوة بحيث إن احنا نطبق عليه كل الشغل بتاعنا. أول حاجة نفتح البرنامج، هيظهر لك الواجهة دي. طبعا أنت لو فتحت أول مرة مش هيظهر لك الحاجات اللي هي ظاهرة لي دي دلوقتي، لأن دي بروجكتات أنا كنت شغال عليها قبل كده. أول حاجة احنا هندوس مع بعض نيو بروجكت. هتختار اسم البروجكت بتاعك وليكن هسميه مثلا مصطفى، وهنا اللوكيشن لو عايز تحدد المكان اللي انت عايز تحفظ فيه البروجكت بتاعك وتدوس كرييت، وبعدين تعلم على سكيب امبورت مود وتدوس كرييت. هتظهر لك الواجهه دي. طبعا انت ممكن تختلف الواجهه من شخص للتاني، بس احنا يعني هنسيستم على حاجه واحده بحيث ان احنا نشتغل عليها سوا. اول حاجه في قوائم هنا احنا مش محتاجينها زي مثلا ميديا براوزر هنعمل لها كلوز، وقائمه الليرن هنعمل لها كلوز هنقفلها. هتبدا الواجهه دي تظهر لك. هنضيف عليها شويه حاجات برضو ناقصانا. هندوس على ويندو وبعدين نختار اليومتريك كولر وتدوس عليها تاني. هنختار الافكتس. كده يعتبر احنا معانا اغلب الحاجات اللي احنا ان شاء الله هنحتاجها قدام. هنرتبهم مع بعض. اول حاجه انا بحب قائمه البروجكت دي تكون فوق. قائمه السورس اللي هنا موجوده هنا دي هنقفلها كلوز للبانل، ونروح سحبين الافكتات من هنا وهنضيفها هنا، وهنسحب التايم لاين كده. دي الواجهه اللي انا متعود عليها وبشتغل بيها، فاحنا ان شاء الله نشتغل على الواجهه دي على مدار الكورس كله باذن الله تعالى يعني. وهنفتح قائمه ويندو تاني ونختار الافكت كنترولز، ودي برضو حاجات، ودي اهم حاجه حرفيا هنستعملها قدام. هنسحبها كده ونضيفها هنا، والليموتر كولر نفس الكلام هنسحبها ونضيفها هنا، والبروبرتيز هنسحبها ونضيفها هنا. كده احنا حرفيا ظبطنا كل حاجه هنبدا نشتغل عليها. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا عايزين نضيف البرامج او الصور او الفيديوز اللي احنا هنستعملها ان شاء الله في الفيديو بتاعنا. احنا عايزين نمنتج دلوقتي. هنعمل ايه؟ اول حاجه هتروح لقائمه المشروع بتاعك وهتبدا تدوس امبورت ميديا. طيب هنبدا نضيف الحاجات بتاعتنا. انا في شويه فيديوهات كده وشويه صور ضايفهم هنا في المكان بتاعي. ابدا ان انا احددهم كده، او ابدا ادوس الفولدر بتاعهم كلهم وادوس امبورت. هيضاف معايا الفولدر كله. تمام. لو هتلاحظوا اضاف كله من الاصوات والفيديو وكل حاجه انا ابدا استعملها. يعني انا مجمعهم كده في مكان على الجهاز. ابدا ان انا اعرف يعني ادوس 2 كليك يمين هنا واختار المكان اللي انا حافظ فيه الملفات على الجهاز، وابدا ان انا اضيفه من هنا. اوكي. الحاجات دي ممكن تظهر لك كده وممكن تظهر لك كده. ممكن تكبر السايز بتاعها او ممكن تصغره على حسب ما تحب. بس انا كمصطفى بحب ان انا اتعامل مع الحاجات دي عن طريق الليسته. يكون عباره عن ليسته كده قائمه ابدا اختار منها. بدوس هنا كده، ونفس الكلام تبدا لو عايز تكبر فيها او تصغر مفيش مشكله، بس انا بحب يكون اصغر حاجه. الفيديو اللي انا مصوره بكاميرا الموبايل بتاعتي اهو، ابدا ادوس عليه 2 كليك يمين هيفتح معايا. عشان القائمه دي ما تاخدش منك مكان على الفاضي، فانت تدوس عليها كليك شمال وتدوس عليها انضف بانل. هتبدا ان هي تكون عباره عن بانل طايره كده في الادوبي بريمير عشان ما تشغلش منك. يعني انت ممكن بقى تصغرها، ممكن تعملها اي حاجه. يعني هي مش هتاخد لك مكان ايه في البرنامج على الفاضي. فتبدا ان انت ايه تدوس تشوف الفيديو بتاعك. ده الفيديو لو بتاعي. سألتني الصفر. تمام. وهنبدا نضيف حاجات وهنبدا نمنتجه من الصفر حرفيا على ادوبي بريمير برو. اقفل كده البانل دي. انا كده كده مش محتاجه. انا كده عرفت الفيديو بتاعي. بكل اختصار تدوس كليك يمين من الماوس وهتنزل تحت خالص عند نيو سيكونس فروم كليب. هتدوس عليها. هيبدا يظهر الفيديو بتاعك قدامك على التايم لاين، وفي نفس الوقت هيبدا يظهر في شاشه العرض اللي انت شايفها دي. بكل اختصار تاخد الشاشه العرض دي زي ما تحب برضو. يعني انا التنقلات اللي انا قاعد اعملها دي انت ممكن ليك وجهة نظر مختلفة او عينك مرتاحة لحاجة مختلفة. عادي انت ممكن تنسق الحاجات دي زي ما تحب. في الاخير هتكون عارف كل حاجة من دول بتعمل ايه. تمام. ابدا ان انا اسحبها كده واحطها هنا، لان انا كمصطفى اغلب شغل ريلز. احنا دلوقتي عندنا 1 2 3 4 5 6 7. احنا كده عندنا 7 حاجات مفتوحة قدامك. اول حاجة دي واللي انت بتضيف منها الفيديوز او الصور اللي هي اسمها ايه، واجهة المشروع او البروجكت بانر. دي الواجهة اللي انت بتبدأ تضيف منها الصور او الفيديوز اللي انت هتستعملها ان شاء الله في الفيديو بتاعك. وده التايم لاين بتاعك. التايم لاين اللي انت بتقدر تتحكم في اي حاجة في الفيديو. تقص الفيديو من هنا، تحط ميوزك، تعمل ترانزيشن، تحط افكت. عايز تعمل اي حاجة في الفيديو بتعملها من هنا من الواجهة دي. في عندنا شوية ادوات صغيرة هنا. دي الادوات دي بتاعت القط ان انت تقطع الفيديو. بتسهل عليك. يعني مثلا في ده مثلا بتاع التكست.
في أداة مثلا بتاعة اليد دي ممكن تتحكم في الفيديو بتاعك، تمسكه كده وتحركه كده. في أداة الريكتانجل تول اللي هي بتعمل أشكال مربع مستطيل شكل معين أنت عايز تعمله. في أداة البين تول، كلها دي أشكال إن شاء الله هنعرفها قدام، وهنعرف إزاي نتعامل معاها. أوكي. وزي ما قلت لكم ده التايم لاين اللي أنت بتقدر تاخد أي أكشن في الفيديو، تقطعه، تحط ترانزيشن، تعمل أي حاجة. ودي زي ما قلت لكم الواجهة اللي أنت بتقدر تضيف منها الصور أو الفيديوز بتاعتك. كليك شمال وبتضيف أي صورة أو أي حاجة أنت عايزها تضاف في الفيديو بتاعك، بتبدأ تضيفها هنا، وبعد ما تضيفها هنا بتسحبها كده وبتضيفها على الفيديو بتاعك. وعندنا 4 حاجات هنا نبدأ نشرحهم على السريع عشان ما نطولش في الفيديو أكتر من اللازم. فهنا قائمة الإفكتات، ممكن تضيف الإفكتات بتاعتك سواء إفكتات للصوت أو إفكتات للصورة. إحنا عندنا فيديو عبارة عن صوت وصورة. الواجهة دي واجهة الإفكتات. إفكتات بقى سواء خاصة بالألوان، اليومتريك جاهزة، بريسيتس جاهزة انت محضرها قبل كده عملتها، وده نعرفه قدام يعني ايه بريسيتس. افكتات معينة انت عايز الفيديو مثلا يحصل فيه نور معين، بنقدر نضيفها من هنا. ونفس الكلام في الصوت، انت عايز مثلا الصوت بتاعك كأنه حد متكلم من تحت مية، حد مثلا متكلم في أوضة فيها صدى صوت، عايز توطي الصوت، عايز تعمل ترانزيشن في الصوت، انتقال ما بين ميوزك معينة او صوت معين وصوت معين، براحتك. كل الحاجات دي بتضاف من هنا. تمام. وده هنشرحه بالتفصيل قدام. قائمة الافكت كنترول، اي حاجة بتضيفها من قائمة الافكتات هنا عايز تعدل عليها بتروح على طول للقائمة اللي جنبيها اللي هي الافكت كنترولز. تعالى نشرح كده حاجة بسيطة على السريع عشان الناس المعلومة تثبت في دماغها. احنا لو بحثنا على افكت معين اسمه بوزيشن بلور وسحبناه كده ونضيفه على الفيديو بتاعنا، هيبدأ ان هو يفصل بلور على الفيديو. انا مش عايز القيمة دي كلها تكون متضافة على الفيديو، فببساطة اروح لقائمة الافكت كنترولز وانزل تحت خالص كده، فين الافكت اللي انا حاطه، الافكت اللي انا حاطه اهو، ابدا اخفف من القيمه بتاعته. تمام. فهنا ابدا اتحكم في الافكت بتاعي، وابدا ان انا اتحكم في كل حاجه حرفيا فيه. نفس الكلام لو طلعت فوق هتلاقي حاجه اسمها موشن، دي ممكن تحرك الفيديو مثلا يمين شويه شمال شويه زي ما تحب، تغير السكيل بتاعه، تغير الروتيشن، تلعب في الكروب، تقص الفيديو مثلا من فوق او من يمين او من الشمال زي ما تحب، تقصه من اي جانب. الليمتر كولر الا وهي الخاصه بالالوان، ودي مش محتاجه شرح، ان شاء الله نستفيد في الشرح ان شاء الله فيها فيما بعد يعني. البروبرتيز الا وهي خصائص اي حاجه انت ضايفها. يعني انا لو ضايف فيديو ده كده ودوست عليه، الخصائص بتاعته، المكان بتاعه فين، الانكر بوينت بتاعته فين، انا اشرحها قدام. بس ده اللي انت تحتاجه ان شاء الله في الادوبي بريمير بتاعك. اي حاجه اضافيه تكون انت ضايفها، زي مثلا اضافات مثلا بتضيف لك الكابشن، اضافات بتضيف لك ساوند افكت، اضافات بتضيف لك مؤثرات بصريه، اي حاجه هتلاقيها زياده تلاقي نفسك انت اللي حاططها. يعني احنا ان شاء الله نجيبها من بره ونعلمكم ازاي نحملها ونضيفها على البرنامج بتاعنا. فبس دي اول حلقه من الكورس بتاعنا. محبتش ان انا اطول اكتر من اللازم، حبيت بس ان انا اشرح بس حاجات سريعه كده، لان الحاجات دي والله هنخوض فيها قدام ان شاء الله. عايزك تمشي معايا خطوه بخطوه، والبروجكت ده تفتحه برضه عندك كده وتعمل نفس اللي انا عملته ده، عشان بس تبدا تفهم الحاجات دي موجوده ليه. فبس دي كانت فكره الفيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.